السلام عليكم الاخوان، باش تكونوا كاملين بخير وعلى خير. نتوما كتفرجوا في هذا الفيديو. نشوفوا الاخوان في هذا الفيديو الجامعه اللي كتخطط تلعب احد المباريات الوديه مع احد الانديه الافريقيه، وغادي نشوفوا كذلك الاخوان اخبار بخصوص عبد الصمد الزلزولي، كذلك بخصوص البلان والتصريح ديال سفيان بوفال على كريستيانو رونالدو. المهم بلا ما نطول عليكم الاخوان، دخلوا ديريكت في التفاصيل. بداو الاخوان بالمنتخب الوطني المغربي وبالجامعه اللي كتجه لبرمجه مباريات وديه امام منتخبات افريقيه في المغرب قبل السفر الى جنوب افريقيا خلال شهر يونيو القادم، حيث ان الجامعه الاخوان كتجه برمجة المباريات ودية ضد منتخبات إفريقية في شهر يونيو. وحسب بعض مصادر الإخوان المتطابقة، فالجامعة قررت بالتنسيق مع المنتخب الوطني المغربي وكذلك المدرب وليد ركراكي إجراء مباراة ضد منتخب إفريقي المملكة المغربية قبل السفر إلى جنوب إفريقيا، قبل ما يخوضوا الجولة الخامسة من تصفية المؤهلة لنهائية كأس أفريقيا 2023. قالت الإخوان ذات المصدر إلى أن الجامعة توصلت اتفاق مع أحد المنتخبات الإفريقية اللي اختارها الركراكي بالدفدو، بحيث غيتم الاعلان على الهويه ديال المنتخب خلال الايام القليله المقبله. الاخوان فايت لي خاطر راكم عارفين جوج مباريات في شهر مارس ضد البرازيل وكذلك ضد البيرو في مدريد اسبانيا. لكم الاخوان صراحه احسن قرار غادي يديروا هو الركراكي، خصوصا انه باش يكتسب خبره ضد المنتخبات الافريقيه والخبط الكروي اللي كان في افريقيا. الاخوان عن عبد الصمد الزلزولي ومشيو مع صحيفه سبورت اسبانيا، قالت بان وكيل عبد الصمد الزلزولي يتلقى بمسؤوليه ليدز يونايتد وبرشلونه يرفض الاستماع حاليا للعروض. يعني الاخوان كاينين عروض جاو للزلزولي، ولكن وكيل الاعمال ديالو باغي يدرسهم وبرشلونه رافض الامر تماما، يعني باغا تردو في الصيف المقبل. صحيفه سبورت اسبانيا، وكيل الزلزولي التقى بممثلين النادي ليدز يونايتد، وابدى النادي الانجليزي استعداده لتقديم عرض رسمي لضم اللاعب خلال فتره انتقالات الصيفيه المقبله. وكيل الاعمال قبل، ولكن قال لهم حتى تبقاو في الدوري الانجليزي الممتاز ما تهبطوش للشامبيونشيب، برشلونه رافضه تسمع لاي عرض حاليا. اما الاخوان بخصوص التصريح ديال سفيان بوفال على كريستيانو رونالدو، الاخوان قال لهم سفيان بوفال في انستغرام ديالو ان الخبر ممنوع والو، وغير اذا كتبغي تروج وصافي الهضره ما كايناش. هذا ما كان الاخوان، تهلاو لي في راسكم بزاف، تشوفوا فيديو ان شاء الله، في امان الله.